Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla kulli syai'in hayya bina an nashkurallaha azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a bihadzal makan mubarakan bisalam. Tsumma salatan wa salaman ala nabiyina al-mahbub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur min al-jahiliyah ila al-islamiyah. Tayyib, aqumu huna amamakum jami'an sa'akhtabu bil lughatil arabiyyah tahta al-mawdu' ahammiyatul lughatil arabiyyah. Ayyuhas sadah, kama la yakhfa alaikum anna al-lughatal arabiyyah hiya afsahul lughah wa aghnaha, wa hiya lughatul Qur'anil Karim, wa hiya lughatullahi alladhi ata wahyiha biha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim Qur'anan Arabiyyan wa bilisanin Arabiyyin. Ayyuhas sadah, wa kama la yakhfa aydan anna al-lughatal arabiyyah hiya miftahul ulumid diniyah wa la yatasanna li ayyi talibin ay yatajira bi ta'allumil lughatil arabiyyah ay yatajira bil ulumid diniyah بغير إتقان اللغات العربية، وأن اللغات العربية هي لغات المسلمين في جميع أنحاء العالم. أيها السادة وأيها الإخوان في الدين، أن اللغات العربية بهذه اللغة نقرأ كتاب الله، وبهذه اللغة نتعبد إلى الله. ويجب على كل طالب أن يجتهد بتعلم اللغات العربية بكل جهده وطاقته ليصل إلى ما يتمناه من العلوم الدينية. أيها السادة، كانت اللغات العربية تتسع في كل زمان، ففي اللغات العربية كلمات من العلوم والصناعة والآلات والصناعة الحديثة مما لا يحتاج إلى التغيير عنها من اللغات الأجنبية. كما قال الشاعر النيل الحافظ إبراهيم يوم يقول على لسان اللغات العربية: وسئت كتاب الله لفظا وغاية ولم أضق عن أي به واعظة، فكيف أضيق اليوم عن وصف الآلات وتصديق أسماء والمخترعات. فهمتم أيها السادة أن اللغات العربية ليست لغات العلوم وليست لغات العصر، فإنها كانت يتفاهم بها أكثر من 30 مليون عربي في البلاد العربية المختلفة. أيها الإخوان في الدين، كان العلماء القدماء آباؤنا يجتهدون أن يخرج أولادهم عربا يتكلمون ويتحدثون بتعلم اللغات العربية، حتى ألفوا كتب اللغة كالنحو، مثال كتاب متن أجرومية ومتن ألفية بن مالك وغير ذلك، وكالصرف مثل متن بناء والأساس ومتن تصريف العز وشرح كيلاني وغير ذلك. أيها السادة، بهذه ليسهل لطالب العلم تعلم اللغات العربية ليكون عادة لهم، يعني للطلاب. أيها السادة، والآن هيا نرجو إلى الله عز وجل
أن يحسن أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعل لنا متكلمين باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بجاه سيد البرية بجاه سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، اكتفيت بهذا. شكرا جزيلا على اهتمامكم وشكرا جزيلا على كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.